أنه يجيبون الإمام ملفوف بعباته يخلوه على جسر الرصافة ويبقى 3 أيام على جسر الرصافة. حسين 3 أيام على التراب، والجواد 3 أيام على سطح داره، الإمام الكاظم 3 أيام على جسر الرصافة. أنا ما أعرف أهل البيت شنو هذا، إيش قد مظلومين ما أعرف. 3 أيام. وصدر قرار من هارون السفيه قال لهم ممنوع واحد يشيله، ممنوع 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 واحد يشيله، خليه يبقى على الجسر 3 أيام. وبقت جنازة الإمام تجون الشيعة يبكون ويرجعون، ممنوع. أكو جيش وحرس وخدم وإلى ما نعرف. تجي الشيعة تبكي وترجع، تبكي وترجع، 3 أيام جسمه على الجسر سلام الله عليه. مولانا الكريم في اليوم الثالث يقولون عم هارون سليمان هذا كان واقف على قصره يشوف اكو حركة مو طبيعية على جسر الرصافة، ناس رايحة ناس جاية، ناس تبكي، النسوان تذب تراب على راسها، الأطفال يبكون. قال لهم شكوا هاي صار لي 3 أيام أصعد على القصر أشوف حركة مو طبيعية على جسر الرصافة، مو مثل بقية الأيام، إيش صاير؟ قال له لا أمير، جسم ابن عمك صار له 3 أيام على جسر الرصافة. قالوا بلكت الله يتحرك ضميره، بلكت الله شوية عنده وجدان، نقول له ابن عمك. قال له لا أمير، جسم ابن عمك صار له 3 أيام على جسر الرصافة. قال لهم من هو؟ قال له لموسى بن جعفر. قال لهم وليش على جسر الرصافة؟ ليش ما يشيعون موسى بن جعفر؟ قال له بأمر الأمير هارون منع من تشييع موسى بن جعفر. نزل سليمان من قصر الشعر يقولوا لن من القصر نشرف سليمان ونعش باب الحوائج لا حلوبان. والله نعش باب الحوائج لا حلوبان يقلوم الجنازة ما لا عوان. ليش هذا هيك شيء؟ اجا ملاحظ سليمان الى جسر الرصافة، جاب جسم الامام الى 3 يوم ملفوف بالعباءة. والله قريت في كتاب 40 رطل من الحديد في اقدام الامام وايدين الامام، 40 رطل من الحديد، والمصدر موجود عندي. 40 رطل من الحديد بجسم الامام سلام الله عليه وخاليه على الجسر 3 ايام. اجا سليمان شال قسم من النعش قال لهم انا هارون ما يقدر يمنعني. وصاح يا شيعة موسى بن جعفر تعالوا وشيعوا امامكم. هرول الشيعة ركب الشيعة وحمل نعش الامام. في ثالث يوم وطيف به شوارع بغداد والكل ينادي ايوا اماما. والله واسي الزوار واسي وياي ها واسي الزهراء، خل واسي ذول الزوار جزاهم الله خير اللي رايحين الان الى حرم الامام موسى بن جعفر، رجال ونساء واطفال، مع وجود الارهاب ووجود مع ذلك تناسوا كل شيء وراحوا لامامهم وياهم فصيح. رحم الله من نادى ايوا كاظما، رحم الله من نادى ايوا سيداه وغريبا. شيعوا نعش الامام ثم جابوا نعش الامام الى مكان دفنه. الشاعر يقول موسى بن جعفر قضى بسم الغدو وقلب كل شيء غدا لجله جمور. قلبك جمر يا مو جمر يا بلا كنت شيء عذابه وكل قدور. هاي اللي هسه قلته لا كنت شيء عذابه وكل قدور وحفره والجسم الامام احسن قبور. اي والله قبور. وين تريد تروح انت؟ وين تريد تروح؟ شو تريد تقول؟ شو تريد تقول؟ والله حفره والجسم الامام احسن قبور بس ابو اليم البقر لا يسمع.
هاي تريدها اي واضح. يا بس ابو اليمه البقى بلا يستو بعد والله ستو وزينب الحرة خذوها يا بزينب زينب الحرة زينب الحرة خذوها ولا اي والله يا زينب يابا انا الما طالعه من باب خدري. يا موسى بن جعفر عمتك يا موسى بن جعفر المعصومه ما سبوها يا موسى بن جعفر ما سبوها. انا الما طالعه من باب خدري واعثر بالهوى خاف على ستري. شلون حكي هذا؟ والله انا لما طالعه من باب خدري واعثر بالهوى خوف على ستري. يا اخويا حسين والله حرت بمري. هاي ذي الحسين الدور دارت عينها لابو فاضل. شو تقول له؟ تقول له والله حيرت يا عباس حيره. شلون؟ والله حيرت يا عباس حيرة دليني الوجه لا وين ديره. يا بأديرة أنا ما ماشية لهسه أسيرة. هذا الشطر هواي يأذي هذا الشطر. أحس برقة. أنا ما ماشية لهسه أسيرة بعد ولا نطاب وديرة لديرة. أنا ما ماشية لهسه أسيرة ولا نطاب وديرة لديرة. بعدني ما مبتشيك أحس بعد جماعتك بعد. زينب عليها السلام رجعوا عنها للمدينة هنا بتشيك رجعوا عنها للمدينة واجت آمنة بنت الحسين سكينة بنت الحسين التقت بأختها فاطمة العليلة وبقية اللي بقوا بالمدينة من بني هاشم نساء إلى آخره وبنات بني هاشم اجتمعن. سكينة تقول هنا أنا جايبة صوغة عمي المسافر يجيب صوغة لو ما يجيب صوغة هدية يجيب يوم ما يجيب. السكينة تقول لهم أنا جايبت لكم صوغة يا بنات يا نسوان يا أهل عاد المسافر يرجع يفرح له. والله يا أهل عاد المسافر يرجع يفرح له. جايب الأحباب صوغة وبالفرح تستقبله. والله جايب الأحباب صاغة وبالفرح تستقبله. وانا جبت حبالي يتمي وجرح ذيك السلسلة. انا هاي صوتي وانا جبت حبالي يتمي وجرح ذيك السلسلة بعد. والله السلسلة وعفت ابويا وكل عمامي بأرض وادي كربلاء. يا بكربلاء يا هلي وهل جيت ليكم جبت ليكم هالحرم والعائلة. هسه حتى ذا الوقت خلاص حتى ذا البث انقطع مو يمي. خلنا نقرا هالطور هذا طالبوي مني خلنا نقرا هالطور هذا. زينب هاي سمعتوه مني انا على يقين سمعتوه مني نزلت السنة. زينب تقول او الحسين يقول لزينب لما اجت زينب عليه السلام ابو علي يسالها يقول ليش جيتي سمعتوه مني اقروا وياي. ليش جيتي خويا يا روح الزكيه. ليش جيتي ودمعة عيوني الجرية. عيدوا وياي. ليش جيتي خويا يا روح الزكية. ليش جيتي خويا يا روح الزكية. ليش جيتي ودمعة عيوني الجرية.
جيتي وطولك تشوفه أمية بعد ليش جيتي وين خليتي رقية ليش جيتي وين خليتي رقية أنا أسألك بالله لما أي واحد زوجته تجي وعنده طفلة صغيرونة أول ما يسألها شنو يقول لها الزغيرونة وين خليتيها صح ولا صح ولا انتوا آباء عندكم بنات أو ولد صغير لما رجل تجي زوجته أو عنده طفل صغيرون أول ما يسألها يقول لها الطفل وين خليتيه وين شو الطفل ما شايلته وين خليتيه أختك ما أدري عمتك خالتك عندها طفل صغيرون أول ما تسألها وينه أبو علي يقول لي لأخته يقولها وين رقية مو أنا رقية خليتها أمانة عندك ليش جيتي وين خليتي تقول لأخويا يلي عالغبرة لقيتك تقول لأخويا وحدي ما تقبل حميتك تقول لأخويا ضربة والطفلة ونخيتك تقول لأخويا والعدا فارهدة وبيتك بعد تقول لأخويا ضاقت الدنيا وإجيتك أعيدها من ليش جيتي هاي الله أكبر من قلبه قالها والله عرف قصدي والله عرف قصدي صعبة يقول له أبو علي خيام حرقوها بتك ضربوها فرهدونا باقونا حرقونا شلون ما أجيك المن أروح أبو علي أنا مرة أبو علي أنا حرمة أعيد هسه خويا لا ترضى نظل بين الزلم والله الزلم وترتب قبله والما تنحشر انتو عرب خويا لا ترضى نظل بين الزلم وترتب قبله والما تنحشر خويا عقب ذيك السلطنة وذاك الاسم ميسرة وامشي على ناقه زيلة ليش جيتي خويا يا روح الزكية ليش جيتي ودمعة عيوني تجري ليش جيتي وطولك تشوفه أمية ليش جيتي وين خليتي يقول له حيرتني والله حيرتني يا ابو علي يقول له اخويا يلي عالغبره لقيتك تقول له اخويا وحدي ما تقبل حميتك تقول له اخويا ضربه والطفله ونخيتك تقول له اخويا والعدا فارهده وبيتك بعد تقول له اخويا ضاقت الدنيا وجيتك تقول له اخويا ضاقت الدنيا خلنا نختم مالي غيرك يا حبيب ام الزكيه مالي غيرك يا الجنيد خيمه علي مالي غيرك يا دميع عيني الجري بعد مالي غيرك يا غريب
الغابر، ما لي غيرك يا طريح على الوطية، ما لي غيرك خويا راح امشي